لانه هذه شجاعه ورساله كل لاعبين قوه الجويه، لانه انت اليوم فايز المفروض يعني تحترم الاعلام اللي موجود هنا وتصرح، لانه انت ذا بالفوز ما تصرح، يعني ايش وقت راح تصرح بالخساره؟ فشكرا لك على شجاعتك ابراهيم. الله يخليك. اول شيء شكرا لك. اول شيء بارك جمهورنا القوه الجويه، بارك كادر التدريب واللاعبين على المستوى اللي حقيقه اللي قدموه. تعرف فرق بغداد من الفرق الجيده اللي هي اعتقد تنافس، كانت شويه ندنا، كانت صعبه المباراه. لا زال الدوري طويل، عندنا 3 مباريات امل. كرة قدم كل شيء بيها. اكو امل لو الدوري خلص راح؟ لا اكو امل. ليش؟ كرة قدم قلت لك كل شيء بيها، اكو باقي 3 مباريات. المشاركه في الاولمبيات والاختيار من قبل الكابتن راضي ايضا يعتبر شيء مهم بالنسبه لك ابراهيم. هو حلم يعني كل لاعب انه يلعب باولمبيات، اولمبيات يعني تعتبر بطوله كبيره. كل شغل تقدير الكابتن راضي شنيش وكادر التدريب على ثقتهم بي انا وزملاء اللاعبين. ان شاء الله نوعد انه جمهورنا العراقي راح يشوفون المنتخب الاولمبي انه يليق باسم الكره العراقيه، وان شاء الله نقدم مباريات جميله ان شاء الله بالاولمبيات وبكاس العالم ان شاء الله بحيل الله.